ازيكم عاملين ايه طلبة التالتة ابتدائي؟ هنحل مع بعض النهارده exercise 32 lesson 5 applications on data representation. دي ارقام تليفوناتي اللي حابب يتواصل معايا، ده باذن الله هيبقى اخر فيديو، يبقى باذن الله خلصنا المنهج كله. تمام. طيب اول سؤال كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا كده the following table shows the roll of dice 35 times. تمام. كلمة roll of dice اللي هو يعني ايه رمى الزهرة، عارف انت الزهرة؟ ثواني اوريها. هي دي الدايس اللي هي بتبقى عليها ارقام كده، اللي هي الستة خمسة مش عارف واربعة، اللي هي الزهرة بتاعتنا يعني. تمام. طيب دي اسمها الدايس. طيب فكلمة يعني رول اوف دايس يعني رمى الزهرة كم مرة؟ قال لك رماها 35 تايمز يعني 35 مرة. فبيقول لك الجدول ده بيظهر ال 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 الرقم يعني اترمى كم مرة. فالمهم يعني بيقول لك ايه نمبر 1. طبعا انت عارف ان الزهره متكونه من رقم واحد لغايه رقم كام يا مستر؟ لغايه رقم 6. فانت فاهم ان هي من رقم واحد لغايه رقم 6. تمام. دي الزهره ما فيهاش ارقام غير كده يعني. عملها كام مره؟ 35 تايمز. فمثلا تعالى كده، بس اهم حاجه دايما عود نفسك حاول تفهم الجدول الاول. فهنا كده بيقول لك ايه رقم واحد، يعني زي ما يكون اكنه ظهر كام مره؟ 6 تايمز. طب رقم 2 شفته كام مره؟ اكنه 5 تايمز. رقم 3 اكنه شفته 9 تايمز وهكذا. طيب represent the data by the line plot، يعني بيقول لك اعمل لي الداتا دي باللاين بلوت. انا بس هفكرك باول واحده وانت كمل الباقي. مثلا نمبر 1 اهو ظهر كم مره يا مستر؟ 6 تايمز. او تعالى مثلا في رقم في حاجه قليله، تعالى نمبر 5. نمبر 5 ظهرت كم مره يا مستر؟ 3 تايمز. خلاص هاجي عند نمبر 5 هعمل له اكس، وادي اكس، وادي اكس، دي كده 3 مرات. فيها مشكله؟ لا يا مستر. طيب كل اكس اهو طبعا ما تنساش الكي. كل اكس بيعبر عن كام تايم؟ شوف انت بقى كل اكس بيعبر عن كام تايم، انا يعني يعتبر لسه قايلها يعني. طيب تعالى بقى نترجم كده الاسئله. بيقول لك انا كده ايه which number is rolled the most، يعني ايه اكتر رقم rolled the most، يعني اكنه زي ما يكون كده ايه ظهر لك اكتر حاجه. ايه اكتر رقم ظهر اكتر، يعني اكتر يعني ايه اكتر رقم فيهم ظهر اكتر حاجه. هنا المرة دي least أقل حاجة. How many times shows an even number، يعني كم عدد المرات اللي ظهر فيها even number. أنا عايزك أنت تفكر كم عدد المرات اللي ظهر فيها odd number. طيب what is the difference between the total even rolls and total odd rolls؟ تمام. يعني معناها ايه؟ طبعا what is the difference اخدناها يا مستر قبل كده في الستوري بيبل، معناها ماينس. كلمة what is the difference معناها ماينس. طيب ايه الماينس اللي ما بين توتال ايفنتس يعني كل الايفن اللي حصل اند توتال اود وكل الاود اللي حصل؟ شوف بقى الايفن حصل قد ايه والاود حصل قد ايه، وطبعا اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم بس ماينس. وهو حتى كده على جنب حتى هو بيفكرك بيقول لك افتكر ان الايفن كان 0 2 4 و6 وهكذا، والاود نمبرز كان 1 3 5 7 1 وهكذا. فبايه مجرد بس ريمبر بيفكرك يعني. يلا إيه السؤال اللي بعده؟ طيب يلا بيقول لك the following tally table. عندك التيبل بتاع التالي بيقول لك shows the class favorite fruit، يعني بيقول لك مدي كده هنا ايه. تعالى بس كده نعرف الجدول ده، نمشي مع الاول. بيقول لك number of pupils يعني عدد التلاميذ. كلمة pupils يعني التلاميذ، فعدد التلاميذ. طبعا ما تنساش ان في تايتل من فوق ده الفيفوريت فروتس، يعني عاملين كده زي تيبل او زي بار جراف في ايه بيعبر لك عن ايه اكتر فاكهة محبوبة للطلاب. عشان كده بيقول لك ايه shows the class favorite fruit، ايه يعني ايه اكتر فاكهة محبوبة للطلاب. طيب complete the table، طبعا كمل التيبل عادي. وطبعا ايه اعمل الداتا دي بالبار جراف، يعني لون زي ما اتعلمنا في الحصة بنلون ازاي يعني. فممكن مثلا هحل معاك كده واحدة. هنا طبعا المانجو هنا 1 2 3 4، وطبعا لما عرفنا بنقفل الشرط فكده 5. يعني المنظر ده كده بيعبر لي عن 5. وواحد يبقى كده ايه 6. فين يا مستر المانجو؟ اهو ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، وادي ايه 6. بس تمام. كمل انت بقى الايه، كمل انت بقى الباقي. ماشي. طيب فبعد كده بيسألك شوية أسئلة. بيقول لك which fruit is like the most، ايه أكتر فاكهة يعني ايه أكتر فاكهة بيحبوها أكتر حاجة. which fruit is like the least، ايه هي أقل فاكهة بيحبوها.
which fruit يعني اي فاكهه liked the least يعني اقل فاكهه بيحبوها، كلمه least يعني اقل. how many more pupils like the banana than mangoes يعني ايه هو عدد التلاميذ الاكتر او الزياده. how many more pupils like the banana than mango يعني في كام تلميذ زياده بيحب البنانا عن المانجو. ركز في الاسئله دي كويس عشان بتبقى رخمه. فانا كده بيقول لك ايه تاني، how many more يعني ايه اكتر ايه هو عدد التلاميذ الزياده، كلمه more يعني اكنه الزياده او الاكتر. يعني مثلا ايه، مثلا فاكر لما انا شرحت لك زمان قلت لك انا معايا 10 جنيه وانت معاك 7 جنيه، انا اكتر منك بقد ايه؟ فانت قلت لي يا مستر بتلاتة. ايه ده؟ طب جبت منين التلاتة دي؟ عرفتها منين؟ عملت يا مستر 10 ماينس 7. تمام. او لو قلت لك انت اقل مني بكام، انت برضو اقل مني بتلاتة، فهي نفس السؤال، قلت لك اكتر من او اقل من. فانا بيقول لك كم عدد التلاميذ الزياده او الاكتر من اللي بيحبوا البنانا اكتر من الايه، اكتر من المانجو. طبعا شوف انت بقى احسب الارقام بتاعتك وشوف هتعمل مين ماينس مين ولا الكلام ده كله. السؤال اللي بعده. طيب تعالى للسؤال ده، بيقول لك هنا كده ايه كومبليت ذا تيبل، كمل التيبل. ريبريزنت ذا داتا باي، عايزك تعمل ايه، تعبر يعني ريبريزنت يعني عبر عن الداتا بمين، باللاين بلوت. اعمله كده بالايه، باللاين بلوت. المرة دي بقى ايه، هو عايزك انت تكتب له كل حاجة، عايزك انت بقى تكتب له كل حاجة. طيب قلنا طبعا الرقم اللي بعد التالي او النمبر ده اللي بيبقى التكرار، ده اللي هو اللي بنعمله باكسات يعني. تمام. طيب الارقام اللي من تحت دي يا مستر بنكتب فيها ايه؟ احنا يا مستر قلنا الارقام اللي من تحت دي بتعبر عن الجزء اللي هنا. ما هو تعالى بس كده ايه نفهم الجدول الاول. بيقول لك هنا كده ages of children in karate class يعني اعمار العمر او الاعمار بتاعت الاطفال اللي فين، اللي في الكاراتيه كلاس، اللي في الكاراتيه ايه، اللي في الكاراتيه كلاس. قلنا الكاراتيه دي يا مستر يعني ايه، شرحتها في فيديو قبل كده. الكاراتيه دي عباره عن رياضه بس لا اكتر ولا اقل يعني. فمثلا بيقول لك ايه في ايج ان ييرز يعني مثلا ال العمر في السنين. فهنا مثلا في طفل عنده 7 سنين، وهنا الاطفال اللي عندها 8 سنين، والاطفال اللي عندها 9 و10 و11 و12 وهكذا يعني. فمثلا على سبيل المثال عايزين نعرف عدد الأطفال اللي عندهم 7 سنين كام يا مستر؟ 2. مش عارف اللي عنده 8، اللي عنده 8 سنين كام طفل؟ 4 وهكذا يعني. تمام. فبالتالي قلنا الحاجات اللي من تحت بنكتبها هي ايه؟ الأرقام اللي من تحت، مش النمبر يعني. خلي بالك التالي والنمبر دول حاجة واحدة، لكن الحاجة ذات نفسها اللي بتتكتب قبل التالي، الأرقام اللي هنا هي دي اللي أنا بكتبها من تحت. لان انا قلت لك في الحصه بيعبر لك عن التكرار، اللي بيعبر عن التكرار او النمبر ده هو الايه، هو النمبر اللي هنا. تمام. اللي بيعبر عن الحاجه دي متكرره قد ايه يعني، فيها كم مره. زي ما قلت لك كم عدد الاطفال اللي عندهم 7 سنين، قلت لي يا مستر دول 2. فهنا مثلا ولنفترض مثلا يعني لو مثلا اول واحده 7، فاكتب هنا كده مثلا ايه 2 اهو. يبقى اللي عنده 7 سنين كم طفل يا مستر؟ 2. اهو يعني متكررين، في طفل ولا طفل تاني اهو 2. فشوف انت بقى كل اكس دي بتعبر عن كام طفل، وهكذا كان بيت الجدول. طب يا مستر ايه التايتل اللي بيتكتب هنا؟ فاكر قلنا التايتل اللي من فوق ده اللي بناخده من فوق هنا اهو، ده اللي هو الاسم الكلي بقى. طيب لكن لا، ده في تايتل قلنا الارقام دي بتعبر عنها بتايتل معين. ما هي الارقام اللي تحت دي عباره عن ايه؟ عباره يا مستر عن الايجز. احنا قلنا الارقام اللي من تحت دي بتعبر عن مين؟ عن الايج. فشوف انت بقى هتكتب ايه. وهكذا. تعالى بقى نجاوب الأسئلة. بيقول لك how many children in the class are 11 years يعني كم عدد الطلاب اللي في الفصل اللي هم 11 سنة. شوف كم طالب اللي عنده 11 سنة. طيب what age is the greatest number of children ايه هو العمر، what age ايه هو العمر اللي عنده أعلى عدد من الطلاب. how many children are even years old كم عدد الأطفال اللي بيبقى عندهم even. خلي بالك even لو مش فاكر يعني ايه ايفن، هو كان موضحها لك فوق اهو، كان قايل لك افتكر اهو الايفن الارقام دي والاود الارقام دي. فايه افتكر بس. فكم عدد الاطفال اللي عندهم ايفن years old، فلازم تشوف ايه يعني فين العمر اللي فيه ايفن وايه، وتجمع الاطفال دي عشان تعرف عدد الاطفال كلها اللي عندها ايفن. طب how many children are in karate class in all فايه، طب ايه هو بقى عدد الاطفال اللي موجود في الكاراتيه كلاس كلهم بقى على بعضهم، يعني كم عدد الاطفال اللي موجودين كلهم كده على بعضهم. تمام. بس بعد ما تخلص هتمسك الجدول ده
هتروح اعمل له ايه ريبريزنت داتا باي بار جراف. عايزينك بقى ايه تعملها بالبار جراف. يبقى احنا كده نفتكر قلنا النمبرز الحاجات اللي بتتكرر دي قلنا بنعملها هنا كاكسات. طب بالنسبه للبار جراف النمبرز اللي هنا بنكتبها فين؟ بنكتبها كهنا. بس طبعا قلنا هنا بنعمل ايه؟ هنا بس بنعمل قلنا طبعا بنرقم من اول الزيرو هنا 1 2 وهكذا بقى وانت طالع كملهم لغايه فوق. تمام. طيب وكنا بنفتكر قلنا ان اللي الارقام اللي من تحت دي بنكتب فيها ايه يا مستر؟ بنكتب فيها قلنا الارقام الارقام اللي قبل التالي، الارقام اللي قبل الايه اللي قبل التالي بنرصها كده من تحت. تمام بنكتبهم كلهم من تحت. وفي الاخر طبعا يا مستر قلنا لازم لكل خط في دول لازم ليه حاجه بتعبر عنه. يعني الارقام دي بتعبر عن ايه؟ قلنا دايما الارقام اللي هنا بتعبر عن، شوف انت بقى فكر، ده بيعبر عن عدد مين؟ يعني الارقام هنا دي بتعبر عن اعداد مين؟ ما هو قال لك نمبر، بس يا ترى ايه المقصود بنمبر؟ يعني نمبر اوف مين؟ شوف انت بقى كده ايه، فكر شويه نمبر اوف مين. والارقام اللي من تحت اللي هي الارقام اللي كتبناها هنا قلنا دي يا مستر بتعبر عن ايه؟ شوف انت بقى ان الحاجات دي من الجدول، هو اصلا كاتب لك كل حاجه في الجدول، فانت كل حاجه في الجدول المفروض ايه؟ يعني كل حاجه في النقط اللي هنا دي تغشها من الجدول، كل حاجه كاتبها لك في الجدول اساسا يعني. تمام يلا السؤال اللي بعده. طيب هو نفس السؤال برضو مش هقعد ارغي كتير. بيقول لك كمل التيبل. ادي هنا عندك التايتل الكبير، انا شرحت لك في الحصه قلت لك منين بنجيب التايتل الكبير. وهنا الارقام اظن احنا ايه حليناها المره اللي فاتت. والتايتل الصغير اللي بنكتبه من تحت ده بنجيبه منين؟ اظن برضه ايه قلت لك في السؤال اللي فات. والكي خلاص شرحناه الدرس اللي هو يعني السؤال اللي فات. لو عايز تفهم السؤال ده بالذات، لو عايز تفهم السؤال ده بيتحل ازاي، ارجع بس بص على السؤال بتاع رقم 3، انا شارح فيه كل حاجه بالتفصيل يعني. طيب تعالى بس كده يعني انا بس عايز اعودك من صغرك ان انت تفهم الجدول ازاي. طيب بيقول لك هنا كده ايه بلايرز ايجز اوف فوتبول. يعني بيقول لك الجراف ده او التيبل ده بيعبر لك عن ايه؟ بيعبر لك عن بلايرز ايجز يعني اعمار اللاعبين اللي في فوتبول تيم اللي في فريق كرة قدم. يعني فريق كرة قدم ودي ايه اعمار اللاعبين بتاعته. ففي ناس في شويه لعيبه عندهم 22 سنه، وفي لعيبه عندهم 23، ولعيبه مش عارف 26، ولعيبه 25، ولعيبه 27 سنه، وهكذا يعني. وطبعا التالي قلنا ده بيعبر عن عدد الناس دي، عدد الناس اللي هم اللي عندهم 22 او اللعيبه اللي عندهم 25 وهكذا يعني. تمام. المهم طبعا ايه هنعمله باللاين بلوت بالتيبل ده، وفي نفس الوقت هنروح مكررينه تاني بالبار جراف زي ما عملنا في السؤال رقم 3. مش فاكر السؤال ده؟ ارجع بص للسؤال رقم 3 عامله بالتفصيل. تعال بقى نشوف الأسئلة بقى على طول كده. بيقول لك how many players كم عدد اللاعبين اللي هم عندهم 25 سنة which age يعني أي عمر فيهم اللي فيه أكبر عدد greatest number of players أكبر عدد من اللعيبة. how many players كم عدد اللعيبة are younger than كم عدد اللعيبة اللي هم أصغر من 26 سنة. إيه هو عدد اللعيبة اللي هم أصغر من 26 سنة؟ وعايزك بس تركز، هو قايل لك طبعا كلمة يانجر يعني أصغر، فأصغر من 26 سنة. فعايزك بس إيه يعني إن أنت تاخد بالك إن هو قال لك أصغر من ولا قال لك مثلا younger than or equal. فتخلي بالك بس في حتة إن هو أصغر من ولا أصغر من أو يساوي، عشان بتفرق. يعني لو أنا قلت لك younger من يعني younger than 26، فال 26 مش معايا، أنت هتاخد اللي أصغر منه عشان كلمة younger. لكن لو قلت لك younger than 26 or equal فكنت هتاخد معاك ال 26 كمان هيتعدوا هيتحسبوا، وتاخد معاها الايه اللي اقل منها. تمام. فخلي بالك هو قال لك يانجر زان، واظن دي ايه كنت وضحت لك في الحصه قبل كده يعني. طب اخر حاجه how many players are in the football team كم عدد بقى اللعيبه اللي في الفوتبول تيم بقى كده على بعض. يعني ايه هي عدد اللعيبه اللي في الفوتبول بقى ايه تيم. طب كده الحمد لله خلاص خلصنا خلصنا الواجبات كلها. الحمد لله كده المنهج كله خلص. هنبدأ إن شاء الله بقى مراجعات من الحصة الجاية. عايزين بقى إيه نخلص كتاب المعاصر نخلصه كله ونشطب الامتحانات كلها، وإن شاء الله نشطب الأسئلة اللي على كل شابتر، بحيث إن شاء الله ما تبقاش في فكرة إحنا مش عارفينها، تبقى كل حاجة جاهزة معانا عشان نبقى جاهزين بإذن الله للامتحان. ذاكروا كويس، ربنا معاكم. مع السلامة، نشوفكم إن شاء الله الترم اللي جاي. مع السلامة.